أقوى مراوغ لعب في المنتخب الجزائري ياسين براهيمي، اللي كان معروف الطايح أكتر من نايض. يديك واش دروات يخلطك كيما يزم الحال. شو كيداه يا حار حار. شو با با داه يعوم ديريكت حتى في ليكيب ناسيونال كان الأداء تاعو ثابت. بتي بون كيما يحب الخاطر ياه. ولي مع كوريا كوب دي موند، حتى في كوب دي موند كان يحارب. شو باش ينحولوا البالون يلزم يشدوا. راني نقول لك شو هنا كونتر تشيلسي باش ينحولوا البالون 4 5 مدافعين، لمبالهم واحد ضد واحد ما يرحمش. عنده واحد الدوران احترافي فيه شغل رون بوان تحس. وفي تسجيل الاهداف كان يتفشش، كان يسجل. هنايا سجل واحد من اجمل الاهداف تاعو مع بورتو، كان يسجل يمين يسار، باليسرى حطها في الشبكة ديريكت. هنا مراوغات روح تعوم يا وليدي. سجل هدف في الشباب وكان يسجل باليسرى واليمنى. ياسين براهيمي ياه تربية والأناقة ولا باقا تتكلم. راني نقول لك كان أفضل ثالث مراوغ في أوروبا في 2014. كان طايح كتر من نايض ويسجلها كيما يزم الحال، يرفد البالون ويقلع، طلع راسه القدام. هنا من أجمل الأهداف جماعية وفردية براهيمي. طب طب شو ذا البيت فكرني في البيت تاع نيمار. الله الله. وهنايا كونتر البارسا دار بيهم الهدة، هنا ربحوا انصيرو بيت في الشباب. وفي كأس العالم شو هذا أجمل هدف سجله براهيمي مع المنتخب ضد كوريا. أجمل ثنائية مع فيغولي تقدر تشوفها، وكان يمرر ثاني بعرضية مليمترية في راس سليماني، وعاود سليماني رجع قشلو باش يمارك إبراهيمي. وهنا ثنائية مع سليماني كانوا متفاهمين بزاف. ثنائي إبراهيمي سليماني سجلها في الزاوية 90. حتى في الركلات الحرة كان طاير إبراهيمي، كان يسجل ركلات حرة في الزاوية 90، ما يخلي حتى فرصة للحارس يعلقها له كيما يزم الحال. كيفاه يعلقها له يا ودي الحارس؟ اني نقول لك ما عنده حتى فرصة باش يقبضها. وش رايكم في ابراهيمي؟ تعتبره احسن مراوغ لعب في المنتخب الجزائري؟